ازيك يا سنجل بائس. طبعا بقى كله عمال يحب في بعضه، واللي صايم صايم واللي بيدعي بيدعي، وانت قاعد كده تتفرج على ملخصات افلام. وبما انك بقى بتتفرج على ملخصات افلام، تعالى بقى ما اجيب لك فيلم كده هو حرفيا جامد في شكل. فانت لايك وكومنت منك كده مش هتخسر اي حاجه. وطبعا ما تنساش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وبيبدا فيلمنا باحداث 2800. تقول لي ازاي؟ اقول لك مخرج سمبو عايز كده. المهم بنتعرف على 2 رواد فضاء من كوكب الارض، واساميهم هما ادم وجاك، وبيكونوا في السفينه الفضائيه، وبنشوفهم هم رايحين لكوكب اسمه انتاريس. واللي معروف عن الكوكب ده انه عليه عدد كبير جدا من السكان، وبنعرف ان في فيروس منتشر بيخلي كل الستات اللي على كوكب الارض عندهم عقم ومش بيخلفوا. فال2 رواد الفضاء دول هم الامل الوحيد لكل البشريه. والمهمه بتاعتهم كالاتي: انهم يروحوا كوكب انتاريس ويجيبوا منه نسوان وخمر والعياذ بالله. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف السفينه وهي داخله على كوكب انتاريس، ومره واحده السفينه بتتهز جامد بسبب سحب الجاذبيه، وادم وجيك بيحاولوا على قد ما يقدروا انهم يسيطروا على السفينه، وفي مرحله معينه بيقدروا فعلا انهم يسيطروا عليها، بس في الاخر حرفيا السفينه بتتخربق على ظهر الكوكب، والاثنين بيتصابوا، بس جيك بيتصاب اكتر من ادم، وادم بيساعد انهم يخرجوا من السفينه قبل ما الدخان يخنقهم ويموتهم. وبعدين بنشوف شكل الكوكب اللي بيبقى عباره عن صخور في كل مكان. بيقول لك رايحين يجيبوا من الكوكب ده نسوان. واصلا الكوكب ده مفيش حاجه تدل ان في ذبابه عايشه على ظهر الكوكب اصلا. وفي الوقت ده ادم بيبص على الجروح اللي في جسم جيك وبيحقنه بحقنه علاجيه، ودي حقنه اخترعوها في المستقبل وبتعالج جروحه في وقت قصير. وفجاه وهم بيتكلموا بيسمعوا صوت كلب مره واحده، بعد ما كانوا فاكرين ان مفيش حياه على الكوكب ده، بس لما بيتاكدوا ان في صوت كلب بيهوهو بيرجع لهم الامل من تاني. انا مش عارف ايه علاقه الهوهو بالامل، بس ماشي نكمل. المهم ادم بيروح ورا الصوت، وبعد ما بيتمشى شويه بيلاقي في وشه ولد صغير لابس لبس بدائي وماسك الكلب بتاعه وهو خايف، وادم بيحاول يقرب منه، بس في الوقت ده الولد قاعد يقول راس التعابين بتقرب، راس التعابين بتقرب، وبعدها حرفيا بياخد ديله في اسنانه وبيفل. واذ فجاه كده بالله قنبله نسوان قفشوه، واللي بنكتشف ان هم دول راس التعابين. وبعدين بيخلوا الولد يفقد وعيه وياخدوه معاهم، والكلب بتاعه بيسيبوه بيفل. وفي الناحيه الثانيه ادم بيبقى بينخور في المكان الغريب ده، ومره واحده بيحس بزلزال كبير بيرج المكان، فبيخاف وبيحاول يتصل بجيك بالساعه التكنولوجيه اللي معاه، وبيقول له يعمل مسح جيولوجي للمنطقه. وبعدها ادم بيقعد يتمشى وسط الصخور لحد ما بيوصل لمعبد ضخم، وبيتسلل لحد ما بيدخل للمعبد ده، وعينك ما تشوف الا النور بيلاقي قنبله نساء بقى نساء. وبنعرف ان الحريم هم اللي بيحكموا الكوكب ده، والرجاله حيالله عبيد عندهم. احست السوداء يا اما. وبنعرف ان قليل قوي منهم اللي بيجوزوهم عشان يخلفوا. واخدك كده بفكره دردشه بيني وبينك عزيزي المشاهد، نعرف الحوار الازرق ده. هم دلوقتي قليل منهم اللي بيتجوزوا، امال 400 بنت دول يعني جايين منين؟ جايين ازاي؟ كل واحد قاعد بتخلف 10 15 يعني، ولا ما افهم بقى عشان اكمل عني ما فين. يلا نكمل. المهم في المعبد ده بنشوف الحريم هم بيرتلوا اناشيد وليله كبيره كده للحاكم بتاعهم، وهنا بنعرف ان الحريم المتدينه بيكونوا تابعين لواحده اسمها تاكسين. وفي الوقت ده بيظهر التعبان الحاكم وبيكون عباره عن كوبرا ضخمه. وفي الوقت ده بنتعرف على حاكمه كوكب انتاريس واللي بيكون اسمها سومورو، واللي حرفيا ما بيكونش منبهره ولا اي نيله بالحركات اللي الطائفه بتعملها دي. وفي الوقت ده بنشوف الطفل الصغير اللي شفناه من شويه والحريم جايبينه، وادم يعني بيبقى واقف هو بائس ذليل عويل وخايف يتكلم ويقول بيه حد. والتاكسين بتقول ان الولد الصغير ده يضحوا بين التعبان الحاكم. يا بنت القدره. ولما دوف اخت الولد الصغير واللي بتكون في نفس الوقت واحده من جنود الملكه بتسمع الكلام ده، بتمسك مجموعه الحريم بتوع تاكسين وبتخربقهم. وبنكتشف هنا بقى ان النسوان اللي موجودين في المعبد ده منقسمين الى مجموعتين، مجموعه منهم شغالين عند تاكسين الشريره، والمجموعه الثانيه بيكونوا شغالين عند الملكه سومورو. والكل بيبقى بيتفرج على دوف وهي بتقاتل مجموعه تاكسين لوحدها، وحرفيا البت كفاءه وعامله الصح. وفجأة التعبان الحاكم بيطلع من الحفرة وبيهاجم واحدة من جنود تاكسين، فتاكسين بتتعصب وبتقول للفريق بتاعها يقبضوا على دوف، بس الملكة بتوقفها وبتقول لها جرايه ايه تدفع عن النفس، انت عبيط هتتخبي ولا ايه؟ وبيكونوا الملكتين بيشدوا مع بعض. وبعدين بنشوف ادم بقى المنال على عينه وهو قاعد في الديره زي النسوان كده، وصاحبه بيتصل بيه وساعته ساعتها بتعمل صوت، وحرفيا كل النسوان اللي في المكان بياخدوا بالهم منه، وتاكسين بتأمر نسوانها انهم يمسكوه، بس ابن ادم طبعا عيل ورور وبيضرب بواحد من اسلحته التقنيه في السقف وبيلهيهم وبيبدا يهرب. وفي وسط المهزله اللي بتحصل دي الطفل الصغير كمان بيهرب. وبعد شويه ادم وويل بيتقابلوا في الطريق وهم بيهربوا، وبيروحوا على السفينه الفضائيه عشان يهربوا من الكوكب ده، بس قبل ما بيدخل واحده من حريم تاكسين بتضربه في رجله، بس جيك وويل بيساعدوه
انه يدخل السفينه، ولما بيحاولوا يطمنوا عليه بيعرفوا ان السهم اللي انضرب بيه ده سهم سام، وده بيخليه يفقد وعيه تدريجيا. وبره بقى بنشوف الملكه اللي زي الصاروخ دي وهي جايه بجسم النسوان بتاعها وبتقول لعصابه تاكسي يلا يا بت انت غرفتها من هنا. وفي الاول بيكونوا معترضين على كلامها وبيقولوا لها ان قانون الستات تقتل الرجاله. يا ولاد المؤذي احنا حد كلمنا انتوا على نعمل لكم جهنم وبئس المصير. بس لما سمورو بتقول لها ان هي الملكه وهي اللي لها القرار الاول والاخير بيضطروا يمشوا والجزمه فوق رقبته. وبعد كده بتدخل الملكه المركبه الفضائيه، ولما بتعرف ان السهم اللي اتصاب بيه ادم فيه سم بتطلع حقنه مضاده للسم وبتحقنه بيها وبتنقذ حياته. وانا شامم كده عزيزي المشاهد في الموضوع انها بدات تعجب بيه والدنيا هتبقى زي الفل. وفي المشهد اللي بعد كده ادم وجيك بيروحوا على مقر الملكه وبيتقابلوا هناك لوحدهم، وجيك بيقول لادم بعد المسح الجيولوجي اللي هو عمله اكتشف ان الكوكب بيموت وعشان كده كل شويه بيحصل زلازل، وبيقول له ان الكوكب قدامه شهرين بالكتير قبل ما يتدمر لوحده. وبعد شويه الجنود بيجي ياخدوا ادم ليوضه الملكه عشان تحقق معاه، وهناك بيعرفها بنفسه بيقول لها انا جاي من كوكب الارض يا باه. وبيقول لها كمان ان الناس اللي على كوكب اندرس منحدرين من كوكب الارض اصلا، لان من الاف السنين كان في ناس من كوكب الارض طلعوا لمهمه لكوكب انترس وكانوا بيبعتوا تقارير لمده 100 سنه في الاول، بس بعدين كل وسائل التواصل اختفت وكوكب الارض كمان عدى بحرب مميته، وعشان كده هم ما حاولوش يتواصلوا تاني مع الناس اللي على كوكب انترس. ولما الملكه القمر دي بتسمع ده بتتخض بس مش بتصدق الكلام قوي يعني، لكن الاساطير بتاعتهم بتتكلم عن كوكب الارض. وفجاه وهم بيتكلموا بيجيبوا سيره طائفه التعبان في الكلام، فالملكه سمورو بتقول له ان بسبب الزلازل الكتير اللي بتحصل الناس لجأت لتكوين طائفه. وفي الوقت ده تاكسن حاطط في دماغها موضوع السلطه ده، وبما انها من عيله مهمه جدا فكانت مقتنعه انها انسب حد انه يكون الملك، بس الناس بيكرفوا لها وما بينتخبوهاش، وعشان كده هي بتجمع في الطائفه دي وبعدين في يوم هي هتستولى على العرش. وبالنسبه للتعبان الضخم فهو ظهر فجاه، ولما ادم بيعرف كل ده بيتصدم وبيحاول يشرح لها ان الكوكب هيتدمر وان الكل لازم يسيبه ويمشي، بس الملكه ما بتبقاش عايزه تسمع كلام راجل وقال ايه الرجاله كدابين غطيها. المهم بتبدا تحكي له ليه الرجاله بيتعاملوا معامله العبيد في الكوكب ده، وبتقول له ان من سنين كتير الرجاله تسببوا في ضوء قوي خلى ناس كتير تموت، ومن يومها والنسوان استولوا حرفيا على الكوكب ده، ومن ضمن القوانين اللي النسوان حطوها هي انهم يقتلوا الرجاله لو ما نفذوش الاوامر. وبعد شويه الملكه بتاخد ادم على منجم بدائي واللي الرجاله بيكونوا شغالين فيه حرفيا مرمطناه، وعلى حسب كلامها بنعرف ان الرجاله بيستخدموهم على اساس انهم عبيد او بيضحوا بيهم للتعبان، يا اما كل فين وفين كده واحده تشرط لها واحد ويعملوا واحد زبادي خلاط ويخلف. المنظر اللي ادم بيشوفه ده بيخليه تقرف يا ابن الحزينه انت قدامك قنبلك ومدبت. المهم لما بيحاول يتفزلك ويقول رايه حرفيا النسوان بتخرشم وشه، وبنشوف الحراس بعدها هم واخدينه للملكه وفجاه عصابه تاكسن بتطلع لهم وبيموتوا كل الحراس بتوع الملكه وبيقبضوا كمان على ادم. اخشى عليه. وللاسف دوف بتموت من بين الجنود اللي بتقتله، وهي بتلقط انفاسها الاخيره اخوها ويل بيجي وبيحاول يساعدها بس بيكون خلاص الوقت اتاخر. وفي الوقت ده ادم بيتاخد على اوضه تاكسن وهناك بنشوفها بتبص له بصه حمد الوزير كده وبتقول له ما تتضم لينا يا اسطى ما تنضم لينا وبتحاول كده انها تغريب طيبه قلبها الكبيره جدا، بس ادم المحترم بيرفض وبشده واللي احنا في رمضان يا بيه. وقبل ما الاثنين يشدوا مع بعض الملكه وجيك وويل بيتنكروا على اساس ان هم الحراس بتوعها وبيقتحموا المكان وبينقذوه، وتاكسن بتحاول تخربق امهم بس على مين ده الملكه جامده زحليقه ادت لها ضربه واحده رقدتها زي ما انتم شايفين كده. وهم ماشيين في النفق رواد الفضاء بيتكلموا عن حاله الكوكب وجيك بيقول له ان قدامهم وقت اقل بكتير من اللي قالوا عليه المره اللي فاتت، وعلى حسب احصائياته وحساباته الاخيره كوكب انترس ممكن ينفجر في خلال ايام. ولما الملكه بتسمع الكلام اللي هم بيقولوه بتطلع السلسله بتاعتها واللي بيكون جواها عنصر مميز، وبيطلع ان العنصر ده مستخرج من مكان اسمه منطقه الحريق، والمكان ده بيكون المكان اللي السفينه نزلت فيه من 1000 سنه. ولما رواد الفضاء بيسمعوا ده بيتحمسوا جدا، وده لانهم لو وصلوا للمكان ده وشغلوا السفينه هيعرفوا يرجعوا على كوكب الارض. والملكه المزه اللي انا بكرش عليها دي بتوافق انها تساعدهم. وبعد كده بنشوفهم هم رايحين ناحيه منطقه الحريق، وفي الطريق بيموتوا كتير من مجموعه تاكسين وكمان بيحرروا رجاله كتير من اللي محبوسين. واول لما بيطلعوا بره الملكه سمورو بتقول لرواد الفضاء انهم لسه قدامهم مسافه طويله جدا يمشوها، وده لان منطقه الحريق موجوده ورا التل ورغم التحديات اللي بتواجههم وخصوصا طائفه تاكسي. جاك وادم بيقرروا يكملوا رحلتهم للاخر، وبعد شويه ادم بيحاول يقنع الملكه انها تروح معاهم وبيقول لها ان الوضع على كوكب الارض امن بكتير من هنا، بس هي بترفض بكل ذوق وبتقول له انها مش بتحكم الشعب فعليا بس هي يعتبر بتخدمهم. وفي اللحظه دي بيضربهم زلزال قوي جدا واللي بيخليهم يقعوا من فوق التل، فجيك بيستنتج ان نهايه الكوكب قربت على الاخر. وبعد شويه المجموعه بتقابل في طريقها هيكل عظمي، ولما جيك بيبص عليه
عليه بيعرف ان الراجل ده مات من 900 سنه في نفس السنه اللي البشر جم فيها على انتاريس. وبعد شويه بيكتشف كمان ان كان في انفجار شمسي في المنطقه، وده اللي خلى معظم الرجاله يتبخروا. ولما الملكه بتسمع ده بتكتشف ان ده الضوء اللي قتل اسلافها من 100 قرن، وبما ان الضوء ده حصل بسبب اسباب طبيعيه فده معناه ان الرجاله طلعوا ابرياء. فكده كل معتقداتهم اللي كانت السنين اللي فاتت دي اللي كانت بتقول الرجاله اشرار واولاد هرمه طلعت لا تمد للواقع باي صله. والاكتشاف ده بالمناسبه بيخلي الملكه تنهار، بس الشباب بيقولوا لها انهم لازم يكملوا في طريقهم، وده لان مفيش قدامهم وقت كتير. وفي المشهد اللي بعد كده المجموعه اخيرا بتوصل قدام منطقه الحريق، واللي بتطلع عباره عن سفينه فضائيه ضخمه، وجيك وويل بيحاولوا يشغلوا المحرك من اوضه التحكم، وادم والملكه بيروحوا على اوضه ثانيه يتاكدوا فيها ان الاجهزه شغاله. ومخك ما يروحش بعيد عايزين المشاهد، هم رايحين يشوفوا الاجهزه مش رايحين يشوفوا حاجه ثانيه، احنا في رمضان. وبعد شويه رواد الفضاء بيقدروا انهم يشغلوا الموتور، بس للاسف تاكسين والحريم بتوعها بيظهروا والطرفين بيتقاتلوا. بس ادم طبعا عشان معاه اسلحه كتير متطوره بيقدر يخربق الحريم السعرانه دي، وما بيتبقاش منهم غير تاكسين. فبتتحدى الملكه انها تحاربها حرمه قصاد حرمه وكده يعني، والملكه بتوافق. وفي الاول الاثنين بيكونوا متكافئين نسبيا، بس بعد شويه الملكه بتستخدم قدراتها القتاليه الشقيه وبتتغلب على تاكسين. بس لما تاكسين بتكتشف انها خلاص هتخسر المعركه بتطلع سلاحها وبتهجم بقى على الملكه، بس الملكه الشقيه بتتفاداها وبتفضل تلطش فيها. فالملكه بتحدفها بعدها على مولد الطاقه وتاكسين بتتكهرب، بس لولا القادره بنت الخنزيره دي ما بتموتش، فبتاخد السلاح بتاعها من تاني وبتجري بقى على الملكه. وفي الوقت ده بيظهر ادم وبيقتلها. ولما بيرجعوا اوضه التحكم جيك بيكون قدر يشغل السفينه الفضائيه وبتبقى جاهزه عشان يتحركوا بيها. وبعد ما الملكه بتعرف ان مش الرجاله هم السبب في اللي حصل على الكوكب وان الكوكب بينهار، بتقرر انها تروح مع ادم وجيك وويل على كوكب الارض. وبعد شويه السفينه الفضائيه بتتحرك وبيطيروا بيها، وبنشوف شعب انتاريس كله رجاله وحريم وهم واقفين متنحين للسفينه وحجمها. ولما ادم بيشوفهم محتاسين من غير القائده بتاعتهم بيزعل عليهم جدا، وبيقترح انهم ياخدوا الكل معاهم في السفينه بما انها فيها مساحه ل 500 فرد. وجيك بيحاول يفهمه ان الزلزال العنيف ده ممكن يدمر السفينه، بس ادم والملكه بيقرروا يخاطروا. بقول لك يا عم ادم، انت لو بصيت للملكه انا هفشخك حرفيا، لان انا بس يعني بكرش عليها من اول الملخص، فاحنا ايه ما نخشش على شغل بعضين. المهم جيك بيضطر يسمع كلامهم بما انه ما عندوش اي حل تاني، وبيبدا ينزل بالسفينه الفضائيه. وبعد شويه بينزلوا والناس بيكونوا خايفين من السفينه واللي كانوا مسمينها زمان منطقه الحريق. وبعد شويه بيشوفوا الملكه سمورو نازله منها وبتقول لهم يلا دي التوهيه وهو خش كلكم على السفينه يلا، وبتقول لهم بكل بساطه كده الكوكب بتاعنا رجاله بينهار، فيلا بينا نغور في ده من هنا. وبتعرفهم ان الكوكب التاني اللي هيتنقلوا عليه ده ما فيهوش اي تفرقه بين الجنسين. لا هو انت حرفيا ما انتش فاهم الموضوع يعني، هو في تفرقه في ان هم انتوا واحنا ماشي، ففي تفرقه، يعني يا ريت يا استاذ ادم تفهمها عشان ما نروحش في داهيه. المهم الناس لما بيسمعوا الكلام ده بيتحمسوا جدا وبيدخلوا السفينه، بس قبل ما ادم وجيك يتحركوا بالسفينه بيتعرضوا لزلزال رهيب. ولما بيبصوا بره بيلاقوا ان التعبان الضخم ده هو اللي بيهاجمهم. ولما بيلاقوا ان مفيش اي وقت قدامهم ادم بيقول لجيك يشغل مدافع السفينه، ولحسن الحظ اول لما جيك بيعمل كده التعبان بيهرب بعيد لانه بيخاف من النار اللي بتطلع من محرك السفينه. وبكده السفينه بتتحرك اخيرا وبتمشي من كوكب انتاريس. وفي المشهد الاخير واحده بتدخل اوضه التحكم وبتدي الويل الكلب بتاعه، واللي بتطلع قلبها كبير قوي 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 وانقذته ومخبيه من تاكسي. وبعد اللحظات الحلوه دي السفينه بتتجه الى كوكب الارض. وهنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم بقى ما تنساش لايكك وسبسكرايب برك وكومنتك الحلو كده عشان تشجعني انزل لك افلام اكتر. ولو انت اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب يعني عادي، عايزين نوصل 1000 سبسكرايب يعني، واحنا يعني خلق عن الناس. وفي النهايه كده كان معكم اخوكم الكوريكتور طارق مهدي اللي هو انا بالمناسبه عزيزي المشاهد. وبس كده يا معلم، اشوفكم في فيلم جديد.